السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. جينا لكم بفيديو جديد ومعلومة جديدة لأساتذتنا المحاميين. وكان في إشكالية حصلت قدامنا إن بعض الناس في موكلة كانت رفعت دعوة بتطالب المحامي بتسليمها أصل الإيصال. يا جماعة أنا بستأذن حضراتكم يعني في شيء. انا قد جالي موكل وجايب معاه اصل الايصال وعايز يرفع بيه جنحه، انا برفع له دعوه سواء مدني او جنحه مثلا، وبيجي بعد ما تنتهي الدعوه او حتى لو ان لم تنتهي بعد، انا لما باجي اقدم الايصال لاصله بكون مصوره وبكتب في ظهره ان اقرار من اللي استلم ان استلم فلان الفلاني اصل الايصال من مكتب فلان الفلاني ويمضي عليها. حتى لما بتعمل صحة توقيع لواحد وبعد ما تعمل له صحة توقيع هو يسافر ويبعت لك مثلا جوز اخته ولا ابن خالته يستلم العقد والحكم والعريضة، يا باشا مضيه ان هو استلم اصل العقد عشان ما يجيش يفقد منه ويجي معلش يقول لك ان المحامي ما قاليش ونقعد نثبت في اي ورقة رسمية استلمتها من موكل لما بتيجي تردها له يا ريت تمضيه ان هو استلم اصل الشيء ده، سواء كان عقد او رخصة او ايصال امانة او اي شيء للامانة وللتوعية، عشان ما نرجعش نخش في متاهات مع الموكل في موضوع زي ده. انتظروني في فيديو جديد.